السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغلبيتكم شاف هاي الأشكال على التيك توك، وأغلبيتكم فات على اللايفات تبعهم. أنك تناقشوا، تيجي تناقشوا لحد تاني تهديه. طيب، أول شغلة في عنا شيء بالقرآن الكريم: لا تهدين من أحببت إن الله يهدي من يشاء. واللي كان مسلم وألحد، أو كان نصراني وألحد، أو كان مين كان من الأديان وألحد، مانك إله أنت لترجعوا لدين الحق. وإذا رجع فاهم، وإذا رجع مثل صفوق الشيخ ومثل غيره من هدول اللي كانوا ملحدين وسووا حالهم رجعوا للإسلام. هني بالأساس هني خلص انتزع الإله الموجود بعقله، راح رب العالمين طفى نوره لهذا الإنسان. فلا تحاول يا صديقي تجي أنت تقنعه بإسلام وتقنعه بدين وتقنعه أنه هناك في إله أو هناك في إله، لأن هدول خلص العقل تبعهم الشيطان ركبوا ركب كامل. هاي أول نقطة. ثاني نقطة: أغلبيتهم لهدول بتشوفون على التيك توك وبفوتوا على أساس أنه الملحدين وعم بيسبوا الأديان، ترى مو موجودين هن إلا مشان الدعم، مشان المصاري، وعم بيستغلوك أنت يا جاهل يلي عامل حالك شيخ وفقيه إسلامي وفقيه ديني. عم بيستغلوك لحتى يسووك مضحكة ويكون أنت سبب بشهرته، لحتى تفوت على اللايف. 4000 واحد عنده باللايف، 1500 واحد باللايف، مثل هذيك 41 شو اسمه 4 ملايين 4 ملايين جاهل موجود بلايفه على التيك توك. لا، هذا المشلول المعاق. رب العالمين أدرى فيهم، ورب العالمين عنده قدرة على انه يهديهم، ورب العالمين لو شاء لجعل الدنيا كلها اسلام. فانت يا صديقي نصيحة: لا تفوت على لايفاتهم، ولا تكون بلايفاتهم، ولا تلتشكش فيهم على الاطلاق، تجاهلهم. يوم اسمع، التاريخ بيعطينا حكم، ونحن كبشر لازم ناخذ من التاريخ ونفهم من التاريخ. يوم ابراهيم الحبشي هجم على الكعبة ليهدها، قبل ما يفوت سرق غنم، والغنم كانت لجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. راح لعنده، ففكر ابراهيم الحبشي رايح مشان يصده ما يفوت على الكعبة ويهدها. تمام؟ الكعبة أكثر شيء مقدس عندنا نحن كإسلام هي الكعبة، بيت الله الحرام. هدول البقر اللي شايفينهم بيعتقدوا انه نحن بنحب الحجر الاسود، ونحن بنعبد الحجر الاسود، ونحن متبارك بالحجر الاسود. لا يا غبي، الحجر الاسود عندنا قطعة من الجنة، بنحبها لأنها قطعة من الجنة، ولا نعبدها يا صديق. نحن نعبد الإله الله اللي خلقني وخلقك. فهدول يوم اللي راح جده لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لحتى يقابله ابراهيم الحبشي فكر انه جاي يمنعه ما يهد الكعبة. فسأله: ليه جاي لعندي؟ قال له: بدي الغنم. قال له: الغنم انا المسؤول عنها وجاي طالبك فيها. قال له: والكعبة؟ قال له: للكعبة في رب بيحميها وحماها، والكعبة الإله حماها. ونفس الشيء دين الإسلام والقرآن في رب بيحميه. نحن بننفعل ومنعصب ومننقهر إذا واحد أساء لديننا، ولكن هذا الانفعال تبعنا وهذا القهر تبعنا ما لازم يكون لصالحهم، لصالح هدول البقر. ما لازم يكون هني وسيلة لحتى يتبعوه فيه ضدنا. بيقهرني الأكثر شيء بيقهرك انه بيطلع معهم بشر جاهلين مو عرفانين شيء بالدين، بيطلعوا يسووه مسخرة. بيطلع مسخرة. انا ما بفهم بالدين يا اخي، انا زلمة انسان عادي، بصلي وبصوم وعندي الاركان الاساسية بالاسلام عابد تبعه، ولكن ماني متفقه بالدين. لا تطلع معهم. هدول اللي شايفهم انت حافظين القرآن اكثر منك، وحافظين تفسير القرآن اكثر منك، وحافظين الاحاديث اكثر منك لحتى يقيموا الحجة عليك. فانت لما بتطلع بكونك مانك فهمان وين الله ذاتك، فبتصير مسخرة. بيقول لك هذا هو دين الاسلام. لا يا صاحبي، مو دين الاسلام. انت هيك فكر فيها شوي. ليش مثلا المشايخ تبعنا الفقهاء تبعنا ما بيطلعوا معهم وبيناقشوهم؟ ما بيطلعوا معهم وبيناقشوهم لحتى ما يعملوا لهم قيمة. مو موضوع ضعف، لحتى ما يصير لهم قيمة بيننا نحن كإسلام. رب العالمين أعزنا بدين الإسلام. لا تزل حالك لهيك بشر.
ولا تطلع تسوي حالك فيها المهدي المنتظر لحتى ترجعه لدين الإسلام. دين الإسلام مو ناقصك أنت كمان. تمام يا شباب؟ وهناك مثل شعبي: ألحدت سارة لا زادوا الملحدين ولا نقصوا المسلمين. هاي من عندي، احفظوه. إذا ألحد واحد ترك ديننا، ترى نحن مليار. إذا نقص كلب عادي. إذا هذا الكلب طلع من ديني أنا مبسوط. لما بتشوف واحد ترك دين الإسلام، ترى هذا بالأساس خطر على دين الإسلام. يعني إذا ترك دين الإسلام هذا الشيء لصالحنا مو لضدنا، لأنه كان مسلم معنا وحابب الإسلام مع أساس، فهذا منافق. ولما دين الإسلام بيتصفى من المنافقين فهذا شيء عظيم. هذا شيء عظيم. نحن لازم ننبسط إنه لما نشوف واحد ترك دين الإسلام وصار ملحد، لأنه هذا بالأساس كان منافق عنا. طلع على أوروبا، طلع على أسبانيا، طلع على وين وصار ملحد. أنت كنت بدين الإسلام وكنت موجود بيننا نحن كمسلمين وأنت منافق ما انك حاببنا. ولما طلعت صرت ملحد، الله معك ومع دواليبك. كل إنسان رح ينزل في القبر ويتحاسب على عمله هو. كل إنسان رح ينزل في القبر ورح يتحاسب على عمله هو. ولا تذر وازرة وزر أخرى. فأنت لما بتشوف هيك أشكال، كل ما عليك إبلاغ أو حظر أو إنك تطلع من اللايف تبعه. لما بشوف عنده 2 أو 3 باللايف بيصير يعول لحاله باللايف تبعه، بيعرف إن الحق وبيعرف إنه هو ولا شيء. ولا شيء. ولكن أنت ما تفهم بشيء وتطلع مثل السوريين الموجودين هون في تركيا، ما بيعرف اللغة التركية، وبيجي لعند المذيع ويسكي وار جامع وار ما بعرف شو، بيروح على المعبر صواج بالتي بان قاشتي أسد قاشتي. نفس الأمر. أنت ما بتفهم بشيء بأي مجال ما تفهم فيه لا تتدخل فيه، لا تسوي حالك الفيلسوف الكبير. تمام يا شباب؟ كل واحد يهتم بمجاله. أنت بدينك، الله يعينك على دينك الموجود أنت فيه. أنا ما بس حتى هيك أعطيكم صورة صغيرة. لا تفكر أنا طالع لحتاني أهديك أو علمك، ولكن اللي زعجني إنه بشوف بشر ما بتفهم وبلسوا حالي فهماني. هيك بشر بعدوا عنا. لما بيكون ما عندك يقين بالدين الإسلامي بشكل كامل وبتطلع معاه ممكن يزيحك عن دينك. ممكن يزيحك عن دينك. فأنت حاول قدر الإمكان إنك تتجاهل هيك بشر، وخلي أصحاب العلم هن اللي يتدخلوا. خلي أصحاب العلم هن اللي يفوتوا بهيك مجالات. وكل واحد بيعرف شو عنده، وأنتم مثل ما أنا عم بقول لكم وما كان على الرسول إلا البلاغ. حظر وإبلاغ. هاي أحسن شيء نتصرفوا مع هيك أشكال. يعني رب العالمين خلقنا بأحسن صورة، مو لحتى نصير بهذا الشكل ونصير ملحدين. والسلام عليكم.